والله العظيم في مثل بيقول لك هم يضحك وهم يبكي. يعني النهارده شفنا جولتين كان عليهم العين. مباراة الزمالك مع طلائع الجيش اللي انتهت بهزيمة الزمالك بثلاثية مقابل هدف، واختتمت اليوم بتعادل الاهلي وانبي، تعادل عادل من وجهة نظري 1-1. وهاتك يا انتقادات وشغل يعني التريقه والتحفيل. انت متخيل ان جمهور فرقته اصلا مخلصه الدوري معرفش في المركز السادس ولا السابع اللي هو الزمالك، اللي اتهزمت ثلاثيه مع الرأفة، بتتريق على بطل الدوري اللي مهاجمه في اولى مشاركته مع النادي الاهلي بيحصل على هداف الدوري وهو قاعد في البيت. هو قاعد فين؟ في البيت. بتتريقه وبيقول لك فرقه فاضيه وفي اصعب اختبار اتعادلت مع انبي. يعني والله العظيم الواحد مش عارف يرد على الناس دي ويقول ايه. لكن هقول لك انا في كلمتين بسيط جدا جدا. يعني بدأناها من انبي الدور الاول وختمناها انبي الدور الثاني. يعني ايه؟ يعني من الدور الاول عقب تعادل الاهلي مع انبي تعادل السلبي، الاهلي مسك انديه الدوري كلهم تحت مسمى اللي حلمحوا حمرجحوا. وبالفعل 21 مباراه 21 مباراه الاهلي ما كانش بيسمي على حد لحد ما جه انبي تاني برضو. كهربا اللي كلنا بنقول يعني وثقتنا وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ربنا بيطبطب عليه. ليه بقى؟ الولا ده في حاجه لله، قلب ابيض، نيته صافيه وخالصه، قول زي ما انت عايز تقول قول. بعد غياب طويل جدا وتعمد من كولر بانه يستفزه ويعلن الاستغناء عنه ويرجع يكون جاهز يسجل في مباراة زد، وسجل النهارده هدف التعادل. ولولا الاخطاء التحكيميه والتعدد التحكيمي في حكم انا ما اعرفش هل ده اول مره يحكم للاهلي ولا ايه. كره الكره اللي كانت في رجل كهربا قدام منطقه انبي اللي دخل عليه مدافع انبي شلوحه، والحكم قال العب العب، وراحت لنص الملعب محمد شريف لاعب انبي، ومن المنطقه الى حارس مرمى النادي الاهلي، ومفيش حد بيقابل اللاعب ده وسجلها. لكن النادي الاهلي فاز النهارده، كان الاهلي فاز النهارده. ولكن خليني اقول لك حتى بالناشئين، يعني حتى بالناشئين لا احد يستطيع ان يهزم النادي الاهلي في اقوى نسخه من وجهه نظري. في مباريات مضغوطه كل 3 ايام او كل يومين والثالث الاهلي يلعب ماتش، بفضل الله كنا بنكسب. ويجي الخصم يقول لك بجمهوره يقول لك ايه، ما كناش مهتمين بدوري كان مهداه للنادي الاهلي. مهداه ازاي يعني؟ مهداه ازاي والمنافسه كانت لحد قبل مباراه زد بالظبط؟ مهداه ازاي؟ مطبوخ ازاي؟ قول لي. وانت كزمالك في المركز اللي كنت العاشر وطلعت للثامن وطلعت للسابع، ما اعرفش انت خلصت الخامس ولا ايه، والله ما متابع ترتيبك. ولكن يا جماعه الدوري ده من وجهه نظري فكرني بالدوري 2009 الاهلي والاسماعيلي، تفتكروا لعب ماتش فاصل. يعني تخيل لو كنا تعادلنا ماتش بيراميدز اللي هو الثاني الدور الثاني مثلا، كان زمان في فرق نقطه تسوينا. ولكن شخصيه لعيبه النادي الاهلي، خبره لعيبه النادي الاهلي، تواجد الجمهور اللي اتحرم من ممدوح عيد برفع سعر التذاكر، ولكن الجمهور كان له الدور الاكبر بعد المولى سبحانه وتعالى على ان النادي الاهلي يتوج بهذه النسخه الاصعب في الفتره الاخيره. مليون مبروك للنادي الاهلي، وتعادل لانبي
دخل انبي برضو يعني ايه، مش عايز اقول مثلا الموسوعه والكلام ده كله، ولكن كون انبي يتعادل مع النادي الاهلي فدي في حد ذاتها حاجه حلوه. حارس مرمى انبي في حد ذاته قدام النادي الاهلي، لا، العينين بقت عليه، العينين بقت عليه. فانت قدام النادي الاهلي بيتم اكتشافك، بيتم اكتشاف موهبتك. فما تجيش انت اللي مغلوب 3 من طلائع الجيش وتقول لي لا. ان شاء الله السوبر باذن الله لاعبتنا اللي تم راحتهم، عاشور وغيره من اللاعبين الاساسيين، يثبتوا كفاءتهم وجدارتهم ويكون السوبر اهلاوي. اشكركم جدا، انتظرونا دائما وابدا. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.